مراحل تعامل الفنان عمرو دياب مع المعجبين ورد وضرب وإيد سرحة مش بتحس. مرحلة احدفني تاني في أحد حفلات الهضبة عمرو دياب، وتحديدا مع بداية مسيرته اللي التاريخ يشهد عليها إن من الصعب تكرارها. لاحظنا إن مرة الجمهور حدف على عمرو دياب ورد وهو بيغني أغنية شوقنا أكتر شوقنا، ووقتها اتحدف عليه الورد بطريقة صعبة. المهم إن الورد ده جه على عينه وضايقه وعلم على هدومه علامات كتير، وكمان بوظ القميص البرزاتش اللي كان لابسه. ده حسب وصفه. اللي حصل وقتها إن أحد المعجبات بالهضبة طلعت على المسرح عشان تشيل الورد من على عينه، وهو سمح ليها بده مع ابتسامة عريضة، لدرجة إنه قال لو كده احدفني تاني. الحمد لله جت سليمة. برضه البنات ليها تأثير سحري. مرحلة إيدي بس اللي ماشية عمرو دياب بعد ما نجمه بدأ يعلى في السماء وبقى حديث الصحافة والإعلام، الإعلامي مفيد فوزي عمل معاه حوار واستفزه بسؤال بيقول فيه ليه عبد الوهاب قال إن أغانيك لا تصلح إلا في الأغاني الليلية. وقتها الهضبة اتضايق، ما هو بيهينه بالكلام أهو، ولكنه رد عليه وقال له وجهة نظر مع حركة إيد منه بتدل على الغضب. ولما الأستاذ مفيد فوزي رد عليه وقال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له إيدي بس اللي ماشية، أنا ما أقصدش حاجة. مرحلة يا حلاق اعمل لي قصة. هنا بقى كنا وصلنا لمرحلة التسعينات، ولقاءات الهضبة مع الإعلام مفيد فوزي بقت حاجة مهمة وطقس من طقوسه. المهم لما الأستاذ مفيد فوزي سأل الهضبة وقال له بتحب البلطجة يا عمرو؟ عمرو رد وقال أنا ما بحبش خالص البلطجة، بس للأسف في الوقت ده بدأت ردود أفعاله مع الجمهور تبان مش ألطف حاجة. يعني مثلا لو حد جه يطلب منه أغنية عشان يغنيها له هو بيرفض، ولكن بيرفض بطريقة صعبة، زي مثلا ما لو كنت عايزة كنت غنيتها، مش عايزة مش عايزة، مزاجي كده ما تسمعنيش. انت فاكرني لما تقولي هقولها؟ لما حد يقولي حاجة ما بعملهاش بقالي 20 سنة. وفضل الموضوع كده لحد من 5 سنين فاتوا، لما شفنا الهضبة بيضرب البودي جارد بتوعه لما كانوا بيبعدوا المعجبين عنه، زي ما يكون كان بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. مرحلة الحيوان بتاعنا فين؟ في الوقت ده الهضبة اتصرف تصرفات صعبة كتير وفيها إهانات أكبر وصعبة. جايز هو مش بيقدر حب الناس ليه، أو السن ليه أحكام، أو إحنا شايفين حاجات مش ظاهرة لينا. بس بغض النظر عن الباطن، واحد من المواقف دي لما عمرو دياب اتصور وهو بيقول فين الكلب بتاعنا، وكان يقصد بده السواق. يعني دي بقى كانت بكورة البداية لمضايقات عمرو دياب للناس من حواليه. فشفناه مثلا بيقول للكاميرات وهم ماشيين وراه انتوا جايين ورايا الحمام ولا ايه؟ وشفناه مرة تانية وهو بيتعامل مع مهندس الصوت بطريقة مش حلوة خالص. مرحلة عايز تتصور طب خد قلم، وقع قام بيها الفنان عمرو دياب لما صفع أحد المعجبين بيه بالقلم لأنه حاول يتصور معاه، زي ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي. اللي حصل إن السوشيال ميديا كلها صارت ضده، والفنان عمرو دياب قرر إنه يلتزم الصمت وما يردش، لحد ما الناقد الفني الكبير طارق الشناوي وضح إن مهما كان اللي حصل ما كانش ينفع إن الفنان عمرو دياب يتصرف بالطريقة دي، وإن لازم الفنان عمرو دياب يخرج من طريقته اللي بيلتزمها دايما واللي هي الصمت، ويبرر للجمهور هو عمل كده ليه. بس اللي حصل إن الشاب سعد أسامة صاحب الواقع ما سكتش وقال إنه بيشتغل في أحد الشركات المنظمة للحفلات، ولما عرف إن الفنان عمرو دياب موجود كان حريص على إنه ياخد صورة معاه كذكرى بتجمعه بيه. وفعلا فضل جنبه على المسرح وحاول يقول لأكتر من مرة إنه عايز صورة معاه، لكن عمرو ما أخدش باله، عشان كده حط إيده على كتفه أو ظهره علشان يقدر يلفت انتباهه. وفي المقابل اتفاجئ بأن الفنان عمرو دياب ضربه بالقلم وسط حيرة وذهول. بالنسبة للولد، أما والد الشاب خرج عن صمته وقال إن ابنه ما صدرش منه أي حاجة غلط، كان كل همه إنه يتصور مع عمرو دياب، وعشان كده حق ابني مش هسيبه وهقف ضد الفنان عمرو دياب عشان خاطر ابني. وقدام موجة الهجوم اللي حصلت ضد الفنان عمرو دياب والتعاطف الأكبر مع الولد، قرر الفنان عمرو دياب إنه يخرج عن صمته، وحرر المحامي الخاص بيه محضر في اسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي. بس يا ترى القصة دي هتروح فين؟ ده اللي هنتابعه من خلال التحقيقات. وبعد ما حكيت لكم عن مراحل تصرف الفنان عمرو دياب مع المعجبين، يا ترى ايه أكتر تصرف ضايقكم منه؟ كنت معاكم أروى سامح من فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب، تكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.